مش مشكلتي ان انا حرقاكي، مش مشكلتي انك مدندفه، مش مشكلتي انك ما بتعرفيش ترقصي، مش مشكلتي ان انت ممكن يجيلك غضروف لو عملت حركه من حركاتي في الفيديو. حبيب قلبي اللي طلعني ترند، انا مش محتاجه ترند اصلا، هيجيلك غضروف. والله انا خايفه عليكي والله. بيان جامعي عاجل من جامعة أسيوط وتهديد بالإجراءات القانونية. القصة الكاملة لطالبة أسيوط سمر عنتر، واللي أنا بسميها أو الشهيرة بسمر شفطورة. هتقول لي ليه؟ هقول لك اسمع الفيديو ده. هي بقى شهرت بيا شهرت بيا شهرت بيا. والله العظيم انا انسانه متواضعه، مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده معاكم. وانا عارفه انكم شايفين الفيديو، بنت وولد، واد خول وبنت خولايه، فيعني خنقتوني والله. مش عايزه اتشهر اكتر من كده، كفايه بقى، كفايه طلعت ترند يخرب بيت. فيديو سمر عنتر الشهيرة بسمر شفطورة اللي أثار جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة اللي فاتت. ظهرت فيه طالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط وهي بترقص على أغاني المهرجانات أثناء حفل تخرجها، واللي تصدر اسمها سمية عنتر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب شديدة جدا. البنت دي كانت طالعة بتقول إن الناس شهرت بيها وأنا خصيمة الناس دي يوم القيامة. حابب اقول لحضراتكم ان البنت دي هي اللي طلعت ورقصت، يعني في البدايه هي اللي شهرت بنفسها، وهي برضو اللي قالت بعظمه لسانها ان بنت اختها هي اللي صورتها الفيديو ده وهي بترقص. وسمر عنتر هي اللي نزلت برضو الفيديو ده على حسابها ستوري على انستجرام وعلى الفيسبوك، يعني هي اللي شهرت بنفسها في البدايه وهي اللي نشرت الفيديو بتاع الرقص الخاص بيها. وكمان طلعت علينا طالبة أسيوط سمر عنتر ردت على الناس اللي انتقدتها على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت أنا مش طالعة أبرر، بس دي كانت حفلة تخرجي وأنا طلعت رقصت عادي ما فيهاش حاجة لافتة، وفي ناس كتير بترقص في الفرح. هل الفرح يفرق عن حفلة التخرج؟ أنا فرحتي كانت فرحة عادية وما كنتش بعمل كده علشان أطلع ترند والكلام الفاضي ده. وطبعا ده أكبر دليل إن هي كدابة، طلعت بتقول للناس ان انتوا بتشهروا بيا، وكمان طالعه بتشتم الناس وبتقول ان انا متواضعه. واكيد اي واحد فينا حتى لو فهمه على قده ويتفرج على الفيديو ده هيعرف اذا كانت متواضعه والغرض من الكلام ده كله هو الترند ولا لا. وكمان بتقول انا كان حواليا اصحابي واهلي وحبايبي، لكن الناس استغلت ده علشان يشهروا بيا. وطبعا انا قلت لحضراتكم ان هي اللي شهرت بنفسها، هي اللي رقصت وهي برضو اللي نزلت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان بتقول لكن الناس استغلت ده علشان يشهروا بيا. انا طلعت رديت من بشاعة الكلام، اهلي عارفيني كويس قوي وهم عارفين بنتهم بتعمل ايه، ان مفيش حاجة بعملها في الخفاء، واخواتي رجالة يسدوا عين الشمس، وده طبعا واضح وكلنا شفناه ان هم رجالة ويسدوا عين الشمس بمناسبة ان انت طلعت رقصت قدام الناس كلها، ومش بعمل حاجة غلط من وراهم خالص. انا بتشرف بالكلية بتاعتي ودكاترتي، باي حق تغلطوا فيهم انا هاخد اجراءات قانونية ضد اي حد شهر بيا. والناس اللي فجأة عملوا شيوخ وحكموا عليا، مش انتوا اللي هتقولوا الحرام والحلال ايه، كل شخص يركز في حياته وكفاية كلام بالباطل. انا خصيمة اي حد اتكلم في عرضي وشرفي يوم القيامة. اولا انت اللي عرضتي عرضك وشرفك للناس ان هي تتكلم فيه، بمناسبة ان انت طلعت رقصتي وما اكتفيتيش ان انت رقصتي في الحفلة، لا انت صورتي فيديو ونشرتيه على مواقع التواصل الاجتماعي. وكمان جامعة اسيوط اعلنت عدم مسؤوليتها عن اي حفلات تخرج او أنشطة بيتم تنظيمها خارج أسوار الجامعة وبغير موافقة الجامعة. وكمان الجامعة حذرت من أي استخدام لأي كيانات لاسم جامعة أسيوط في أي حفلات أو أنشطة بتحمل اسم الجامعة بدون موافقة كتابية من الجامعة. وكمان الجامعة بتناشد أبنائها الطلاب عدم الانسياق لأي حفلات أو أنشطة يتم تنظيمها خارج الجامعة.